عمر فايد بيحطم احلام وامال المصريين. يعني سيادتك الحكم رايح يشوف اللعبة في الفار، انت بأي عقل وبأي منطق ازاي انت فكرت كده؟ ازاي اصلا ان انت تروح تعترض طريق الحكم؟ اللي هو انت رايح فين؟ انت مالك يا اخي؟ انت مالك رايح فين؟ رايح يشوف الفار ودي شغلانته الحكم. حكم الفار استدعاه هيروح يشوف الفار، انت بتقف قدامه فطبيعي هيديك كارت فودافون، كارت اتصالات او فودافون لو طولت عليه. فانت ازاي الاي كيو مش شغال نهائيا؟ مفيش عقل، ما بيفكرش. انت مالك تروح تعترض على الحكم؟ ازاي؟ مين عاقل بيعترض على الحكم؟ انا بصراحة لا، مستغرب جدا من اللي حصل، ولا من اسباب الكبيرة جدا اللي خسرت منتخب مصر النهاردة. بنلاعب منتخب قوي جدا بدنيا، واحنا ضيعنا بدنيا اصلا بعد 90 دقيقة. احنا ما كناش موجودين في الملعب اصلا، اي كوره داخل علينا بهدف شكرا. كان 3 اهداف معسل. فلا، بس بصراحة لا، اللعيبة عملت اللي عليها. اللعيبة بحكم ادائها البدني عملت لعيبة على الدكة من زمن. يعني واحد زي حمزة علاء ده رابع واحد في النادي الاهلي، رابع حارس في النادي الاهلي. لا، قدم وابدع في البطولة، خد 3 اجوان، ابدع. واللي هيقول غير كده يبقى مش طبيعي، هيبقى مش طبيعي. لعيب ابدع، لعيبه ابدعت، لعيبه كلها دكه، مفيش لعيب اساسي غير ابراهيم عادل وزيزو تقريبا. النني اصلا ما بيلعبش كوره، ما كانش في نادي اول ما دخل مع المنتخب. لا، فاللعيبه عملت كل اللي عليها، واللي يطلع يقول غير كده غير طبيعي. وانا طالع اقول ايه؟ لا، انا طالع اشيد في اللعيبه، مش طالع اقطع في حد. عمر فايد لعيب فنيا مصر الكرة اصلا ما وديش ان هو يضمه للنادي الاهلي. ليه؟ عشان لاعب بطيء. يعني اي لاعب هيضحك عليه وهيعدي منه، لا، هو محتاج طياره هليكوبتر عشان ايه؟ يلحقه. برضه مش هيلحقه، هو بطيء، محتاج يركب كده عجل في رجله عشان يبقى مدافع كويس. عرفنا ان مصر الكرة اصلا رفض اللاعب بسبب المشكلة دي، فهو بطيء جدا. وكان يعني سوء اختيار من ميكالي، لكن برضه قدم اللي عليه. نشيد بقى في اللاعب. قلنا الجزء السيء من اللاعب، لا، هنشيد في اللاعب ان اللاعب كان كويس. اللاعب كان كويس بنسبة 80%، بنسبة 70%، لكن عمل خطأ في بقى، تقدر تقول بقى في وقت ضغط، في وقت مشاكل ملاعب، في وقت بقى زعل وكده على الهدف، على ضربة الجزاء اللي تحسم المباراة. والكلام ده ممكن، لكن مفيش عاقل بيفكر بالطريقة دي. مفيش عاقل في قبل النهائي اولمبياد باريس، بطولة كبيرة، ان انت تفكر بيها بالطريقة دي. عرض منتخب مصر كل الخطر، بل اقصى منتخب مصر من ان هو يوصل للميدالية الفضية او حتى الذهبية، لكن حاليا نسعى للبرونزية. نشيد بكوكا، لازم نشيد بكوكا. لاعب عمل الاداء اللي عليه، في النص بيلعب، على الجنب اليمين بيلعب، في الدفاع بيلعب، في كل مكان بيلعب، لاعب كويس جدا. الدبيس عمل اللي عليه، طبعا ضعيف جدا هجوميا لكن جيد دفاعيا. نشيد بإبراهيم عادل اللي كان أداؤه كويس لحد ما النهارده، لكن هو رجل البطولة بالنسبة لي إبراهيم عادل، لكن أداؤه النهارده ما كانش أحسن حاجة. محمود صابر برضه أداؤه كان كويس جدا، من اللعيبة اللي أبدعت. وبرضه محمد شحاتة أبدع، كان في بعض الأخطاء لكن أبدع وعمل مباراة جيدة جدا جدا. وبرضه مش هننسى النني القائد عمل اللي عليه. طبعا يا جماعه لازم اداؤه يضعف في بعد 90 دقيقه. لازم طبعا اللعيبه كلها مستواها البدني سقط، واحنا اصلا يعني
لا احنا في المستويات البدنيه احنا مش حاجه قدام منتخب فرنسا. منتخب كبير جدا جدا جدا، واحنا بنلعب على ارضه، البطوله على ارضه، فطبيعي جدا الهزيمه منه. واحنا زعلانين ليه؟ زعلانين عشان ضياع الحلم. انتوا عشمتونا في حلم وبعد كده بيتبخر منا بسبب ايه؟ بسبب اللاشيء، بسبب اللاشيء، بسبب ان في عقليات غير طبيعية وبتعمل حاجات غير منطقية. الحمد لله. وبرضه انا مش هننسى حسام عبد المجيد اللي مستواه رجع كتير جدا عن ما كان بيلعب مع نادي الزمالك في الاول. لا مستواه حاليا تحسن وبقى لاعب كويس جدا. طبعا في بعض الاخطاء، لكن لاعب كواليتي فوق المتوسط بشويه. طيب لاعبتنا ابدعت وعملوا اللي عليهم. هارد لك. عندنا ماتش مهم جدا امام المنتخب العربي الشقيق المغرب، ماتش هيبقى قوي جدا، لان برضه منتخب المغرب عنده امكانيات عاليه جدا. ربنا يوفقكم في مباراتكم الجايه، وباذن الله ترجعوا لنا بالبرونزيه. هنستناكم، ويا رب تعملوا اي حاجه في البطوله. مش عايزين ايه بقى؟ مش عايزينكم تتحطموا نفسيا ومعنويا بعد الخساره من فرنسا ايا كان. ده منتخب فرنسا فريق مصنف. احنا طبعا من اصلا الدول الثالثه على العالم، من الدول كده القسم الثالث، فاحنا لا احنا باذن الله هنعمل حاجه لمصر. ندخل بقى على النادي الاهلي، وفيها حاجه حلوه اللي هو طبعا النادي الاهلي. مارسيل كولر يشعل النيران على اداره التعاقدات في النادي الاهلي، بيقول لهم ان هو مش راضي تماما عن اداء اداره التعاقدات في النادي الاهلي. ده اللي طبعا ليه؟ لان مارسيل كولر في كل صفقه او كل مكان عايز فيه صفقه بيحط لك ترتيبات، ترتيب رقم 1، ترتيب رقم 2، ترتيب رقم 3. النادي الاهلي بيدور على الترتيب اللي يناسبه ماديا وسنيا وكل حاجه. النادي الاهلي بيدور على الترتيب الاخير اللي ينفع ماديا ويجيبه. ده طبعا حصل في صفقه يوسف ايمن، وحصل برضه في صفقه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لمارسيل كولر. طيب اولويه مارسيل كولر في الظهير اللي هو على الجنب الشمال مكان علي معلول كانت ايه بقى؟ اولويته كان اول واحد باك ليفت تونسي، يعني ما كانش يحيى عطية الله، كان باك ليفت تونسي اسمه محمد امين الشاني. هو ده كان اولوية مارسيل كولر. طيب مين التاني؟ كان يحيى عطية الله. التالت كان جمال الشماخ. طيب مين بقى محمد امين الشاني اللي كان الاول؟ ده لاعب تونسي محترف في فرنسا، لاعب استاد لافال، بيلعب في نادي استاد لافال، نادي طبعا درجة تانية. طيب النادي الاهلي حاليا بيعمل ايه؟ النادي الاهلي يقترب وبشدة من حسم جمال الشماخ. هو ده سبب زعل مارسيل كولر بيحط 3 ترتيبات، النادي الاهلي بيخلص في الترتيب الاخير طبعا، وده مزعل مارسيل كولر جدا جدا جدا. لكن جمال الشماخ خلاص يعني قريب جدا هنقول ان هو بدأ بقى اهلاوي. خلاص جمال الشماخ اهلاوي بنسبة تتخطى 80%. ده موضوع جمال الشماخ وموضوع غضب كولر من ادارة النادي الاهلي. طيب كولر برضه يشعل النيران على الاتحاد المصري. بيقول ايه بقى؟ بيقول الاتحاد المصري بيهلك لعيبة الاهلي في الاجندة الدولية. يعني في شهر 11 ما تسألنيش على لعيبة، لان اللعيبة هتبقى مع الاتحاد وطبعا هتتهلك وهترجع طبعا تعبانة. وده اللي حصل في اخر مرة ساعة ما مارسيل كولر ساب لعيبته في الاجندة الدولية مع الاتحاد او مع منتخب مصر. طيب رد جمال علام بيقول لك ايه بقى؟ جمال علام بيقول لك احنا بنأجل للنادي الاهلي مباريات عشان ياخد البطولات، عشان الاهلي ياخد البطولات. اجلت ايه سيادتك للنادي الاهلي او ساعدته بايه عشان ياخد البطولات؟ اذكر لي حاجه عملتها للنادي الاهلي. سيادتك ولا بتأجل ولا بتعمل،
كل الاهلي بيلعب على حسب الجدول، على حسب الجدول. معروفه لما الفرقه تلعب بره حدودها، يعني بره مصر، بتاخد 92 ساعه راحه او فرق ما بين المباراتين. طيب ولما بتلعب داخل الديار بيبقى 73 ساعه. وده على حسب ايه؟ على حسب سيادتك، على حسب الجدول اللي سيادتك ولجنتك عاملينه. يعني انت بتقدمش اي حاجه للنادي الاهلي. طيب نقفل الموضوع ده بقى عشان بدأوا يقولوا كلام اصلا غريب مش مفهوم. فندخل بقى في عرض محمد عبد المنعم او رحيل محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم خلاص يقترب من الرحيل وبقوة. نيس رفع العرض بتاعه ل3 مليون دولار وربع، 3.4 مليون دولار، والاهلي طالب في اللاعب 6 مليون دولار. 6 مليون دولار، والنادي الاهلي بينزل عرضه ل5 مليون دولار. يعني من الاخر كده الصفقه لو وصلت ل 4.5 مليون دولار النادي الاهلي هيخلص في الصفقه، لكن هو ممكن يستكفى ب 4 مليون دولار في محمد عبد المنعم. لكن برضه هناك مشكله. ايه المشكله ان النادي الاهلي طالب 25% نسبه اعاده بيع، ونادي نيس قال له 15% اعاده بيع بس. فيعني الموضوع هيوصل ل 20% اعاده بيع والصفقه هتنتهي هنا. وبرضه نيس بيقول ان هو يقسط المبلغ على مرتين، 1.25 مليون في اول دفعه، وفي الدفعه الثانيه هيدفع بقيه المبلغ. لكن النادي الاهلي يرفض تماما وبيقول له هتدفع يبقى 2.5 مليون دولار في اول دفعه، والدفعه الثانيه بعد 6 شهور بقيه المبلغ. ده موضوع الاهلي ومحمد عبد المنعم. طيب رسميا كده يا جماعه تجديد علي معلول بيجدد للنادي الاهلي موسم مع ازاله بند، طبعا بند اللي هو عدد المشاركات مع النادي الاهلي يعني والكلام ده. لكن حاليا علي معلول جدد مع النادي الاهلي. طيب اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.